ciao a tutti، اهلا بكم جميعا في فيديو جديد وفلوج جديد من ايطاليا. ناس كتير سالتني على اسعار الاجهزه الكهربائيه والبلاي ستيشن والموبايلات والايفونات الجديده وكل الحاجات دي، فرايح دلوقتي على مكان بيبيع اجهزه كهربائيه جنبي هنا. هوريهولكم ونشوف الاسعار غاليه ولا رخيصه ونقارنها بين مصر وبين ايطاليا ونشوف الدنيا عامله ازاي. فيلا بينا نروح نعمل جوله بسيطه ونشوف الاسعار مع بعض. ده جزء البلاي ستيشن، اول حاجه كده في الوش. هنا بقى نينتندو سويتش، وفي هنا درونز. يا ترى بكام الدرونز؟ دي ب1050، كلها ألوفات إن شاء الله لما يبقى معانا فلوس نبقى نعمل. هناك دي صغيرة، أنا مش شايف بكام بس انتوا شايفين أكيد. دي هنا بقى حاجة النينتندو، بعدين بقى ايه الاف سي 26 موجودة هنا، والاف سي 25. اف سي 26 الفيفا عاملة 80 يورو، وال25 عاملة 50. في بقى حاجات كتير ألعاب تانية. في هنا بقى برضو حاجات للنينتندو. بعدين بقى ايه اسعار البلاي ستيشن. الاكس بوكس ال 512 عامل 300، وبعدين البلاي ستيشن 5 برو عامل 800. البلاي ستيشن 5 العادي عامل 550، وده عامل 500. ده السليم ماشي، وده تقريبا العادي. وبعدين بقى في هنا الفي ار بتاعت البلاي ستيشن، حاجة بقى البلاي ستيشن كلها. ادرات البلاي ستيشن كمان الواحد عامل 75 يورو. انا معرفش قوي في البلاي ستيشن، فايه تلاقوني يعني مش عارف قوي الدنيا فيها ايه. هنا بقى اسعار العجل اللي هو الكهرباء. بقى العجل الكهرباء ده بيبقى حلو لو حد عايز يشتغل مثلا دليفري او كده. ده موتوسيكل تقريبا عامل 1600، وهنا 1400. دي عاملة 80 يورو، هي مش كهرباء تقريبا، هي عادية، عاملة 80 يورو. ده بقى حاجات وصلات وحاجات كده عادية. هنا بقى دي أسعار الجرابات. طبعا المكان ده أنا حاسه غالي جدا، يعني حاسس في حاجات أرخص من كده بكتير، بس خلينا نوريكم برضو. ده عامل 20 يورو. نزل بقى الجرابات بتاعة الايفون 17 ب20 يورو برضو. تقريبا كل الجرابات هنا ب20 يورو. هنا بقى الشاشات، دي ال جي والفيليبس. هنا دي 27 بوصة، 43 بوصة، 43 بوصة برضو ال جي، كلها 4K. بعدين السامسونج 4K 43 برضو سمارت تقريبا. وهنا هاي سنس تي سي ال هاي سنس. واخدين بالكم الطليان صوتهم عالي ازاي؟ بيعملوا دوشة كتير قوي. 1400 يورو، 55 بوصة. بعدين بصوا بقى ده ما شاء الله، يعني 85 بوصة ب 1200 يورو. هاي سنس سمارت، حاجة جامدة قوي بصراحة. الشاشة شكلها ضخم. ودي باناسونيك 65 بوصة ب 700 يورو. المشكلة ان هما مش مشغلين كل الشاشات، بيوفروا فلوس. المكنسة دي جامدة قوي يا جماعة. دي دايسون، بتبقى مكنسة كده وايرلس وفي فيشة، بس جامدة قوي قوي يعني. السشوار هنا بيبدأ من 10 يورو وانت طالع بقى. والحاجات اللي هي بتاعت الشعر البيبيليس والكلام ده، بصوا من اول 10 يورو لحد 80. هنا بقى التوسترز 16 يورو، 50 يورو، 60 يورو. ودي ميزان، مش عارف يعني ادفع في ميزان ليه كل الفلوس دي. ده ميزان ديجيتال تقريبا ب 30 يورو. انا معرفش الاسعار دي غالية ولا رخيصة بصراحة، فانتوا بقى ايه اللي يشوف يقارن بقى ويقول لي. يعني كل واحد يقول لنا مثلا لا السعر ده غالي. كل واحد ياخد منتج كده ويروح يقارنه بالبلد بتاعته ويقول لنا في الكومنتات هو غالي ولا رخيص. ده الميكرويف، ده عامل 150. ده فرن مش مايكرويف. 200، 300. ده ديلونجي، اول مرة اعرف ان ديلونجي بيعمل مايكرويفز، بس شكله فخم قوي. 300 يورو ده كتير قوي. الكاتلز 60 يورو، اكيد في ارخص من 60 يورو. 40 يورو، 30 يورو. دي كاتل صغننه كده 16 يورو. المكاوي بقى 200، 190. والمكاوي العادية تبدأ يعني من أول 12 يورو أو 13 يورو، حاجة كده في الأول. ده على الميكرويف 90، 100 يورو. الميكرويف السامسونج 160، يعني 150، 130. الميكرويفات كلها قصد يعني بيبدأ من أول 130. وهنا الهاند بلندر، أنا عايز أشتري واحد والله من دول. 70، 50 يورو. المولينكس ده عامل 50 يورو. البراون 40 يورو، صغنن كده عامل 25 يورو. دي بقى قطعة البصل والحاجات دي. لكن ديكر 30، 29 اللي هو 30 برضو. خلاطات 40 يورو. هنا بقى التلاجات البوش دي عاملة 1100 يورو. انا معرفش برضو التفاصيل، يعني مش واخد بالي قوي بصراحة. دي 800 يورو. اللي مهتم بقى يبقى يشوف. دي 1400 سامسونج اللي هي البابين كله. هنا بقى دي هاي سنس عاملة 850 يورو، اللي هي 4 بيبان، اللي هي ضلفتين فوق وضلفتين تحت. اسعار التلاجات هوريها لكم بسرعه كده. وهنا الغسالات دي عامله 700 يورو هاير، وال جي 800 يورو. دي 9 كيلو. دي بيكو 550، 8 كيلو 450.
كام دي اول مره اسمع عنها. 9 كيلو. ويرلبول دي ممكن تبقى الوايت بول في مصر 650 عم 7 كيلو. في عندهم اسماء جديده، حاجات جديده اول مره اسمعها بصراحه. 800 يورو الغساله 9 كيلو برضو. عندي غسالات اطباق 490 يورو بتبدا في هنا لحد 400 يورو. دي عامله 400 يورو، انا ما بفهمش فيهم برضو بس بيكم. وهنا البوش 500 يورو تقريبا. دي 14 طبق 700 يورو. بوش اميال دي معرفش اميال دي. بصوا الكترولوكس اندست دي حاسس انها حلوه. ده طقم طاسات، الشركه دي نضيفه قوي. الاجاستينا دي شركه نضيفه جدا. طقم يعني 5 قطع ب 75 يورو. وفي بقى التكييفات كمان لو حد عايز يشتري تكييف ولا حاجه. ده سامسونج. هحاول اعرف لكم كده ايه هو كام حصان. ده عامل 700 يورو تقريبا. ده انفرتر 1.5. ده متسوبيشي عاملين تكييفات، ما كنتش عارف الحوار ده. متسوبيشي بوش بيكو. المعلم ده عمال يلعب في البتاع اللي قدامه ده. انا بفهم في التكييفات بس المشكله ان هنا مش مكتوبه بنفس الطريقه يعني، فانا ما اعرفش هي مكتوبه بالقدره بتاعتها، مش مكتوب كام حصان او كده زي عندنا في مصر، فبيبقى مكتوب الكود، فانا حتى مش شايف الكود للاسف. لو عرفت وانا بعمل المنتج بكتب لكم يعني تحت كده ده كام حصان وبياناته يعني. اللي يفهم بقى في التكييفات اكتر مني وكده عارف يقول لنا برضو ده بكام وده رخيص ولا غالي وكده. عندهم كمان مكان خياطه لو حد عايز يجي يعمل مشروع خياطه ولا حاجه. هنا عندهم السنجر. مش السنجر دي ايطالي تقريبا. بصوا ده مكن القهوه علشان بقى البنات اللي بتجهز. اعتقد المكنه الديلونج دي مشهوره قوي. دي عامله 220 يورو زي ما انتم شايفين. بقى في هنا دي عامله 120 اللي هي الصغننه. ودي الاير فراير دي عامله 90 يورو ريت. الفيليبس دي عامله 229 يورو او 230 يعني. الناس بقى اللي جهزت شقتها قريب وعارفه الاسعار يقولوا لنا بقى في الكومنتات الاسعار دي غاليه ولا رخيصه. كل اللي اتجوزوا جديد يقولوا لنا. بصوا ده كرسي جيمنج عامل 230 يورو. كتير قوي بصراحه. بصوا بس 230 يورو ده كتير يعني، كتير قوي. رأيكم الكرسي ده رخيص ولا غالي؟ حاسه غالي صح؟ مش عارف بصراحة، بس 230 يورو ده كتير في كرسي يعني بصراحة. دي مكنة كبسولات صغننة كده عاملة 50 يورو. لسه جاية جديد بس شكلها حلو يعني. مشكلة الكبسولات بقى ان الكبسولات ذات نفسها غالية بس هي كويسة يعني. بصوا الايفون اير وصل هنا اهوت، بس مش عارف هم مطلعينه بقى من الكرتونة بتاعته ليه. بس ده مثلا عامل 256 جيجا عامل 1240. ده عامل 1490 512. الوانتيرو عامل 1740. ال 17 العادي ال 512 عامل 1230. الايربودز دي مش عارف ايربودز كام، عامله 200 ودي عامله 150. هنا دي بقى تقريبا موبايلات استعمال عاملين. ده 16 بلس 128 مش عارف استعمال ولا جداد بصراحه. اعتقد جداد يعني مش عارف. 1070 1200. هنا برضو 16 880. ال 128 جيجا 940 256. دي الايربودز برو الجديده. ده شكله مستعمل. ست كوستو يعني نازل تحت السعر، عليه خصم 1 تيرا 14 برو 1500 يورو. وده الكابل بتاع الايفون، انا هحتاج واحد من ده قريب. وعندك هنا بقى ده الايفون 16 العادي زي ما انتم شايفين سعره. والاس اي ده ال 13 العادي عامل 600 يورو. هنا بقى السامسونجات الاس 25 ايدج 256 جيجا عامل 1200 1000 1100 1290. اس 25 الترا 256 جيجا ده برضو 256 جيجا الترا 1500. الزد فليب 7. السامسونجات بقى الناس اللي بتحب السامسونج دي الايهات دي كلها سامسونجات. كمان السكوتر الكهرباء ده انا ان شاء الله عايز ابقى اشتري واحد بس هو غالي سيكا. ده عامل 320 يورو. وفي اعلى بقى لحد 1500 يورو هناك، بس طبعا انت مش هتحتاج ده يعني. ده بتاع الاوف رود وكده، حاجه كبيره قوي يعني. اللي هو ب 320 ده كويس بس هو غالي جدا، في ارخص منه اصلا بكتير. ده كمان عامل 170 بس هو صغنون قوي. مش عارف بقى الاسعار دي بالنسبه لكم غاليه ولا رخيصه. حتى الايفونات حاسس ان هي برضو ممكن يبقى في اعلى. وطبعا ما عندوش كل تشكيله الايفونات، عندهم حاجات قليله. مش كل الايفونات نزلت هنا، في حاجات لسه موجوده عند ابل مثلا مش موجوده في المحلات دي. المحل ده مش كبير قوي برضو، وان شاء الله ممكن ابقى اروح فرع ابل ذات نفسه علشان اوريكم سعر الايفون بقى في ابل ذات نفسه وكده. لو عايزين يعني اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين تتفرجوا على فرع ابل. فرع ابل هنا حلو قوي، ممكن ابقى اروح اعمل لكم فيديو هناك. وقولوا لي الاسعار دي بالنسبه لكم غاليه ولا رخيصه ولا ايه الدنيا يعني. بس ودي كانت جوله سريعه كده على اسعار الالكترونيات والاجهزه الكهربائيه والموبايلات والبلاي ستيشنات زي ما الناس طلبت مني في الكومنتات. لو عندكم اي حاجه تانية عايزين تعرفوها برضو قولوا لي، وانا هعمل لكم فيديوهات عنها واقول لكم الاسعار وكده، اقول لكم التفاصيل. اكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الاسعار دي غاليه ولا رخيصه. لو انت كمان عايش في ايطاليا
وتعرف مكان ارخص من كده قول لي، ممكن اروح اصور فيه هناك، او فيدني لو انا عايز اشتري حاجه اصلا قول لي اروح اشتري منين يعني، علشان ان شاء الله قريب ممكن ابقى عاوز اشتري حاجات. قولوا لي بقى المفروض اروح فين وايه المكان الكويس وايه اللي وحش وكده. ده اسمه اورونكس، ده مشهور قوي في ايطاليا اعتقد، او في روما، ما اعرفش هو موجود في اماكن تانية ولا لا. ولو انت في ايطاليا اصلا وتعرف الاسعار ارخص او اغلى، او اشتريت حاجه قريب، قارن معايا وقول لي الاسعار دي غاليه ولا رخيصه، وعرفني في الكومنتات.